السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي المغاربة فيما كنتو كنتمنى لكم الخير والتيسير والهنا وراحة البال. رمضان كريم، تصوموا وتعاودوا، ما تنسوش الدعاء اللي ملي يودن الأذان ديال المغرب كنفرقوا الصيام وكندعيو الله سبحانه وتعالى، والدعاء مستجاب بإذن الله يا ربي. واللي كيتمنى شي أمنية الله يعطيها ليه. القضيه اللي تنتكلم فيها دائما ديال سعاد، حنا صوت سعاد الله يرحمها ويوسع عليها. اليوم بزاف ديال الناس اللي فارقونا في الحياه وما مدوزينش معنا رمضان، كنتمنوا لهم يا ربي يرحمهم ويجعلهم في الجنات يا ارحم الراحمين. ووالدينا وبنيتي والناس كلهم الله يرحمهم والله يقعد وسد اي واحد مريض الله يشافيه ويعافيه يا ربي. تشوف فيهم شوفة الرحمه يا رب يا رحيم يا كريم. انا ملي كنتكلم على سعاد كنتكلم على الظلم، كنتكلم على بزاف ديال النساء، لان شحال من امراه ساكته على الظلم وساكته على الاهانه، والله يدير لهم تاويل ديال الخير. لان كاينه المراه اللي كتكون شخصيتها ضعيفه ما كتقدرش انها تتكلم وتعاود وتخرج مثلا من ذاك المأزق اللي كتكون فيه. صوت سعاد الله يرحمها ويرحم بنيتي ويرحم با وامي وخوتنا والناس كلهم في هاد العواشر يا رب العالمين، ويجعلهم يا رب في الجنه، ويجعل لهم اهل من احسن من الاهل اللي كانوا عندهم في الارض يا رب العالمين. انا تكلمت على زهير اللي دخل الحبس على اثر داك الفساد اللي كان بينه وبين البنت، وكان غادي يشد التهمه كلها لان كان مرسوم ليه هذاك الخطه ولا هذيك الخطه كما كنقولوا، وكانوا راسمينها ليه باش هو ياخذ يمشي له كل شيء. القضيه يعني يلبس القضيه. ساعه ربي كبير سبحانه وتعالى، والخبره بينات على ان البنت راه ماشي هو الاول، وكان مكانه عطاوها عامين ديال الحبس. وانا وجهت لي رساله وكنتمنى انه يسمعني. كنقول له بدا مني تخرج بدا حياه جديده، وبعد من البلاصه كاع اللي كيكون فيها الفساد، لان الله لا يحب المفسدين ولكن الله يحب المحسنين. هذا امتحان كما قلت لي ذاك الخطره، هذا امتحان صعيب، وخاص الانسان يتحمله باش يعرف الخطا اللي دار. وحتى المعلومه ما كتكونش وتتكون التربيه ما كتكون فيها التربيه بحال هكا دينيه، ما خاصكش تمشي يا ولدي، ما خاصكش دير هذا، راه حرام، هذه حلال، هذه مزيانه، هذه خايبه، كتكون ناقصه شويه. والله يهدينا والله يهدي ما خلق يا ربي امين. وكما سمعنا البنت كتقول بانها ما غتكونش معاه، باين. علاش انا قلت لكم باين؟ حيت ايمان الله يدير لها تاويل الخير بقضيتها، كانت دارت لها خزويه في الليل، والصباح خاصها تلصقها في شي حد حيت ما بغاش تخرج لهم الخزويه. وهذا الشيء اللي كتسمعوا راه كاين، راه هذا الشيء ماشي جبته من راسي، على ارض الواقع. وكانت كتسنى ان في من غادي تلبق هذه التهمه هذه، ولبقتها الابن الجار، يعني الولد اللي تحت عنده 16 عام، يعني ما كيعرف حتى حاجه من هذا الشيء. منين هضروا معاه وهضر معاه الناس اللي شادوا له الملف، عرفوه بان ما فراسوش حتى شي حاجه. يعني كتقول لك هو خرجها من جيبه ودارها ليها وكذبه، يعني مبرقه وواضحه بحال الشمس، ودارت ليه ضجه كبيره، وخرجوا الجيران وعك عباد الله. والولد ما عارفش وما فاهمش اش واقع. الام ديالو تلفات، حيت هنا كنقول لكم الوالدين هما اللي كيمشيو في الرجلين. امو تلفات كتغوت بحال شي حمقى ما عرفت راسها باش تبلات. حياتهم رجعت كلها جحيم، حياتهم تبدلت رأسا على عقب. كانوا ناس عاديين، كانوا ناس عايشين بما يرضي الله، تولى الراجل في جهه وتقلبت حياتهم واحد الانقلاب اللي ما نقول لكمش. وهو ما داير والو، ما داير حتى حاجه، والام ديالو ما عطاتش الرشوه. عرفتي واحد التهمه ثقيله وواحد الباطل قدو قداش. مازال نقولوا احنا زهير مشى معاها لان استدراج. هذه بنت باقا صغيره واستدرجات ولد كبير، وباش تحطه في الشبكه باش تغطي على المغتصب الاول. فهمتي؟ هذا هو الضحيه، هذا ضحيه زهير، وما يبقاش ديما ضحيه. كانوا كيتسناو غير شي واحد اللي لبسوا ليه التهمه، ولقاو زهير، لقاوه مسكين هذاك الانسان اللي ما فاهمش وما عارفش ومشى في رجلين. يعني هو الحبس وتوسخ ليه الدوسي ديالو، وهو كيرسموا ليه يمكن باش ياخذ التهمه كامله، يعني يجمعوها ليه كلها يلقوا ليه على راسه.
يرد بالو. انا باقي كنقول له رد بالك، كيتسمى هذاك ولدنا، ولد المجتمع، الولد ما نبغيوش ليه شي حاجه خايبه، ولد خطأ وخير الخطاؤون التوابون. هذا حنا ما يمكنش ما يكونش انسان كيخطأ، كنا كنغلطوا، هو غلط والغلط ديالو تحمله، ولكن ما يمشيش في الغلط في مره واحده. يعني الا مشى تدخل لهاد الدوامه ما غاديش يخرج منها، ويا عالم شنو كيرسموا ليه، لانه هاد الناس ما فيهمش الثقه، مهما انهم جرات له رجليه البنت وشجلاته، ومني قالوا لها شكون بيك قالت لهم فلان، اذا هذه ما كايناش الثقه وما تبقاش الثقه. وحذاري حذاري من هاد الناس هادو، ازهير اولدي حذاري منهم، لان غادي توقع مشاكل كبر 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 من هاد الشيء هذا. دائما من القضايا خاصنا ناخذ العبره ونعطيو النصيحه ولو تكون بسيطه لهاد الشباب هادو ولادنا، وهادو يتسموا خوتنا، واي تيتسموا مسلمين بحالنا بحالهم. ما يمشيوش في الخداع، هذا التخدع. وكيف ما تخدع انس تا هو مسكين اللي جروه في الرجلين ما داير والو، وكانوا داروا ليه عام الحبس السرسي، والام ديالو شهرين ديال الحبس، لان قالوا دار عطات الرشوه. قضيه اللي كان نسميوها كتتشابه وتشابهت قلوبهم، كيف ما قال الله سبحانه وتعالى. دائما خاصنا نردوا البال، والحياه كلها امتحان، والحياه راه ماشي سهله. الانسان كيخرج من الباب ديالو كيعرف راسو بحال خارج الغابه، انه خاصو دائما يدير الاحتياطات اللازمه، ويطلب الله سبحانه وتعالى انه ينجيه من كل اذى، وينجيه دائما يتسلح بالله سبحانه وتعالى، ويكون دائما مع الله وما في معيه الله، باش ما يطراوش له هذه المشاكل. والله ينجي وليداتنا وينجي وليدات الناس كلهم، ونجي الناس كافه اجمعين من هاد الناس اللي كتخدع الناس، الدراوش تتخدع الناس اللي كيكونوا نيه، كيتخدعوا وكيطيحوا في الشبكه، وهما تيقلبوا على الناس النيه باش يطيحوهم دغيا دغيا في الشبكه. ما كون طاحوا في شي ناس نيت غادي يوريوهم لوجوههم في المرايه. اما التهديد اللي هددات زوجة الاب الام ديالهم، هذاك التهديد واضح، وهذاك راه يعاقب عليه القانون. وخاص نركزوا على هذه النقطه مهمه، باش ما تكونش سعاد في خطر وتكون معرضه حياتها للخطر. خاصها تمشي تعلم وتقول بانها وقع لها، باش ما يزيدوش يطيحوا لنا البطاين ويطيحوا لنا الناس اللي مساكن كيقلبوا على الحقوق ديالهم. هكا حطيت لكم هذا الفيديو. انا كنتمنى لكم دائما الخير والتيسير والهنا وراحه البال. اللي شاف الفيديو ديالي وعجبه يدير اللايك ويدير بارطاج ويدير المشاركه، هذا فضلا وليس امرا، باش طلع هذه القناه المتواضعه. اتمنى وتحيه للاخوان اللي كيدخلوا عندي القناه وكيشجعوني ودائما معي في التعليقات، دائما معي في اي فيديو حطيته. تنتمنى لكم الخير، وكنتمنى ربي سبحانه وتعالى يعطيكم كل ما تمنيتوا، والله يبعد عليكم شر الخلق، والله يبعد عليكم من شر ما خلق. هكا حطيت لكم هذا الفيديو، وانا تنتمنى لكم كل خير، وما علي الا انني نقول لكم بقلوب صافيه ونيه صادقه نلتقي الى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.